السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ان شاء الله ايه رأيكم بقى في روتيناتي اللي بنزلها لكم اليومين دول؟ يا رب تعجبكم. النهاردة كان منزله لكم روتين كده حلو كده. قلت اصبح عليكم كده الاول على الحلوين كده. صحيت من النوم على طول ركبت على الشاي. حطيت الشاي طبعا على البوتاجاز وطلعت بره كده وصلت الخرطوم. قلت ايه، مزق الزرع حرام. الزرع يعني ايه؟ انا كل يومين بروح ازقيه. شايفين بقى الصبارة اللي انا بزقيها ديت؟ الصبارة دي انا اللي زرعاها وكانت صغيرة خالص سبحان الله، يعني كبرت كده وكل ما اروح البلد يعني باخد منها، احط في برطمانة، اشفه كده واحطه في برطمانة، اخد الجل بتاعها بعمله لشعري والبشرة. الصراحة تحفة واحسن من بره بمليون مرة. يعني بتاع بره دوت مش زي ده برضو. فانا زرعتها، وده الريحان كده، زرع ريحان. الريحان ده جميل جميل قوي. انا زرعته برضو وجميل حلو قوي. وخدت شوية معايا حطيتهم في قلب الدولاب كده. كل ما افتح الدولاب ريحته بتفج كده. هنا معايا بنتي وبنت اختي بيلعبوا مع بعضهم في الشمس. دلوقتي الساعة 9 كده. شايفين الشمس وجمالها؟ الشمس مش سخنة، الشمس حلوة. فقاعدين كده بيلعبوا وبيبصوا عليها يضحكوا فالمهم بقى كده ايه، صباحكم فل وصباحكم عسل وصباحكم قشطة. انا قلت كده اصبح عليكم ونعمل روتينا مع بعضنا. هنشرب الشاي كده ونشوف هنعمل ايه. انا ركبت على الشاي، قلت بقى اطلع ازق الزرع كده. شايفين بقى البيوت هنا اللي جنبنا في عمال شغالين وكده جنبنا وكده. فكسفت ان انا اصور نواحيهم حتى هم خدوا بالي وانا بصور برضو بايه في الزرع. فقلت مش مشكلة بقى. فالمهم ايه، هزق الزرع كده وخلاص. خدت عيالي كده ورايحين ماشيين بقى في الجبل كده. شايفين بيوت بقى اللي في الجبل ده؟ انا كنت خايفة خالص من الماشية ديت. ده الصبح الساعة 9 بعد ما فطرنا. اختي راحت تخبز. احنا عاملين فرن كده اللي هي بالطين ديت، عاملينها بس ايه قدام شوية عند واحدة قريبتنا، بس قدام شوية في الشارع يعني، عشان هنا في مفيش مكان. في بيتنا مفيش مكان ان احنا ايه نعمل. ففي الجبل واسع يعني، اللي انت عايز تعمليه اعمليه. المهم مشيت انا وبناتي كده وخايفين بقى. وبصوا شايفين القش دوت؟ ده احنا بنلمه كده بنروح. اتزحلقت والله فيه مرتين. القش ده بيزحلق كده وزحلقنا والكلاب اتلمت علينا وقعدنا نصوت. انا كاتمه الصوت عشان ما تسمعوش صوت الصويت اللي احنا صوتناه. كان في كلبة هنا ووالدة بعيالها شايفينها هناك اهي. انا كنت بصور ومش عارفه اصور، عماله هش هش وعيالي ماسكني في رجليا وهي جاريه علينا ازاي عشان احنا غرب وكده. بصوا وانا عماله اهشها برجليا والعيال ماسكين فيا. فدول الاتنين صغننين وامهم كانت معاهم مش عارفه راحت فين. المهم قعدت اهش فيهم واخد عيالي وامد وخايفه اقع من على الجبله. فالمهم بقى ماشيين بقى رايحين عشان نشوف هنروح النهارده هنخبز كده احلى عيش طبعا. انا العيش ده لو ما اكلتهوش يبقى انا بص ما اكلتش. بص انا من قلبي من فوق الجبلايه. شايفين بصور ازاي؟ فوق الجبلايه عاليه. وكنت خايفه ان انا اقع والله بس الحمد لله ربنا ستر. اهو شايفين هناك البيت ابو طوب ابيض ده، انا رايحه هناك. بصوا بقى ده خور كده. الناس بترمي فيها الزباله وبيروحوا يولعوا فيها. شايفين البيوت من فوق؟ البيوت من فوق حاجه تانية جميله جدا. بصوا الجبلايه دي لو كنت اتزحلقت فيها كان خلاص بقى. ماشيه شوفوا في وسط الجبل بس في بيوت يعني. انا كنت ماشيه ومرعوبه. انا لولا ما خايفه، لولا ما واخده بالي ان هم شايفيني وباصين عليا وانا جايه من ساعه ما طلعت من الباب. ما كنتش اتحركت. انا بخاف اصلا امشي في الجبال وكده. فمشيت بقى رحت هناك بقى واهو بيقولوا لي انت بتصوري ايه؟ بتصوري الجزيره قلت لهم ايوه بصور الجزيره. هما بيستغربوا ان انا بصور ده، بيقولوا انت ايه اللي بتصوريه دوت ومش عارفه ايه. هما بيتكسفوا كده يعني. قلت لهم يا عم عادي ما فيهاش كسوف وكده. بصوا بقى البيوت عندنا بالطوب الابيض بقى الجميل ده. بسألهم البيت ده كان انا لما جيت بقالي فتره ما شفتش البيت ده. فبقول لهم البيت ده بتاع مين وكده. فقعدوا يحكوا لي بقى.
المهم وصلت بالسلامة الحمد لله. بص بقى في الشارع كده قاعدين احلى قعدة والله، والشمس بص الشمس رهيبة رهيبة جدا. يعني البلاد دي الصراحة كفاية الطبيعة بتاعتها. وده العيش بتاعنا، احنا حطينا العيش تحت، في عيش تاني جوه تحت المروحة، وادي حاطين شوية في الشمس لان الشمس مش سخنة للدرجة. وادي الفرن الانتيكة بتاعتنا. انا نسيت والله لما عملناها، كنت عايزة اصور لكم بس الصراحة اتكسفت ان انا اصور لكم، فلقيت الموضوع عادي. بصوا البيت اللي فيه اشجار هناك ده بتاع اخويا ساكن في فوق في الجبل برضو. يعني احنا عايشين في الجبال برضو، بس يعني عمرانة برضو، يعني ساكنين في الجبال بس عمرانة في ناس وكده. المهم شايفين العيش بقى عجنوه خلوه. انا جيت بقى شربت الشاي وفطرت وزقيت الشجر وقلت ايه حصل دول صاحيين من الفجر. من الفجر بس العيش ما امشي معاهم عشان خاطر الجو ساقع، الجو ساقع، وحاطين نصه تحت المروحة وطلعنا ده بره. المهم هنا خلاص. دي واحدة قريبتي بتقول لي انت بتصوري ايه؟ قلت يا بنتي مش هتباني زي الناس متخافيش. المهم بقى رحت حطيت وديت اختي بتحبي الفرن كده، عمالة تحمي الفرن بتولعها بتسخنها. فعشان خاطر لازم تسخن بقى الاول، بتسخنها وكده. قلت لها اوعي ما اعمل شويه، هي بتقول لي اوعي من الدخانه عشان انا عندي حساسيه اصلا مش بستحمل الدخان انا وعيالي. فبتقول لي اوعي من الدخان. قلت لها اوعي انا عايزه اعمل شويه وصوريني. فهي ما رضتش، قالت لا عشان صدرك ومن صدرك. قلت لها خلاص. هنا بقى شكاير ديت احنا عبينا بيها القش. ودي قدرة الفول لو خدتوا بالكم منها كده، حاطين قدرة فول فوق الفرن عشان تستوي. احنا يوم الخميس يبقى يوم في فول، لازم نحط فول. ودي واحدة قريبتي برضه عمالة تقرص في في العيش، بتديره كده بالإبرة. ومهم اهو طلعنا التاني اللي تحت المروحة، طلعناه بره عشان خاطر برضو يقعد من الشمس ويقب شوية يا دوبك، لان يا دوبك هو خمر يا دوبك. والله هو اتأخر يعني معانا العيش طول معانا اليوم. فالمهم قلنا نحبي الفرن كده عشان خاطر تسخن. نحبيها يعني عشان في ناس كتير ما تعرفش نحبي الفرن يعني نحميها يعني نحط القش نولعها خليها تسخن. بصوا بقى احنا في الشارع زي قلت للعيال بقى روحوا العبوا كده عشان خاطر انا اعرف اصور. وقاعده جنب العيش عشان في كلب خايفه يجي يبوظ الدنيا. فانا قاعده جنب العيش كده، واللي بتحمي العيش والتانية مش عارفه بتعمل ايه. وعبينا الشكاير دي وخلاص. وشايفين بقى الدخانه، فطست من الدخانه ديت بس اهو استحملت بقى انا وكده عشان خاطر التصوير. وهنا بقى عملت بالعصاية كده وفيها حتة فوطة كده، وبنمسح الاسمنت بتاعت الفرن من جوه، بنمسحها كويس عشان نحط العيش على النظافة. ونشوف برضو الفرن سخنت ولا مسخنتش. بس المهم بقى انا قاعدة كده وشغالة اصور فيهم، وهم يقولوا يا بنتي بطلي يا بنتي بس، وعمالة هش بقى في العيش. ايه رأيكم في العيش؟ العيش ده جميل جميل جدا. العيش صح، عايز تاكل عيش هو العيش البلدي ده اللي احنا عندنا مسمينه عيش الرخفان. في ناس بيقولوا عليه عيش شمسي، في ناس بيقولوا عليه عيش بلدي. يعني كل بلد وكل منطقة وليها لغتها. خلاص. ناس كتيرة بتقولي كلمينا اسواني، انت ليه مش بتتكلمي اسواني وكده؟ انا مش بتكلم اسواني لان انا ايوه عايشه في اسوان. انا جيت من صغري في اسوان هنا واتربيت في اسوان، بس انا اصلا اتولدت في القاهره واتربيت في القاهره، فاهمني؟ بس انا اصلا اسوانيه من اسوان. بس انا تربيتي في القاهره، عشان كده تحسوا اللهجه بتاعتي مش اسوان. بس على فكره لما بقعد مع حد برضو جيراني بقعد معاهم في البلد، انا هنا دول بيكلموا خالص اسواني، لما بقعد معاهم اللهجه بتقلب بقى معاهم. فان شاء الله كده احاول اكلم لكم بقى اسواني، بس ان شاء الله انا عايزه اتكلم معاكم نوبي، اعرفكم الكلمات النوبيه واعرفكم اللغه النوبيه. تمام؟ رايجين كده يعني هقول لكم رايجين عندنا. انتوا عاملين كويسين؟ يا اللي وصل معايا لحد هنا اخباركم؟ رايجين تردوا عليا. المهم كده خلاص العيش طلع وفرشنا بقى ديت احنا عاملينها زي البتاع كده بنحط فيها العيش، شكاير مخيطينها في بعضها.
بنحط فيها العيش كده وهنفضي العيش عشان يتهوى. بعد كده هنكحته كده مع بعضيهم عشان خاطر تطلع الرده، ونغطيه ونشيله. الف هنا على قلبنا. اللي وصل معايا لحد هنا يا ريت يكون عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى بتاعي، اقدمه لكم على طول ان شاء الله. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروا لي الفيديو دوت، ولو عجبكم الفيديو قولولي، وعشان هنزل لكم برضو حاجات كتيره جدا، وهنزل لكم حاجات جميله قوي. بس شجعوني باللايك بتاعكم والكومنتات الحلوه اللي بتفرحني. وانا باذن الله هستمر معاكم وانزل لكم احلى فيديوهات، وشوفوا عايزين ايه وانا هعمل لكم. هعمل لكم برضو حاجات حلوه قوي عن النوبه، وهعمل لكم كل حاجه عن النوبه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اسيبكم في رعايه الله. حطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.